البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كتيرة قوي في القرآن بتتكلم عن إن الإنسان لما يبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وعن الذكر بيخسر كتير وبيتأثر حتى في الدنيا. يعني ربنا عز وجل يقول لنا إيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني حياته هتبقى ضنك في المعنى أو في المفهوم اللي احنا عارفينه. طيب آية تانية بقى بتستوقفني جدا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعني ايه عذابا صعدا؟ لما نقرأ في التفاسير، في بعض التفاسير بتقول ان الانسان يفضل قلبه يضيق يضيق يضيق، كل ما يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى كل ما يصاب بضيق الصدر جدا جدا بشكل متصاعد. بشكل متصاعد دي تعتبر رحمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان يرجع. طول الوقت هو بيتعرض لحاجات، صدره ضيق، يفضل يضيق أكتر لحد ما هو ينتبه علشان يرجع لطريق الله سبحانه وتعالى. آية تانية شبهها، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه بقى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الإنسان المؤمن اللي قريب من الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا هديه وهادي قلبه، بتلاقي صدره منشرح منفتح مفتوح كده لله سبحانه وتعالى وللطريق الصحيح. وعلى العكس، اللي بيبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بيحصل له العكس تماما، صدره يضيق كأنما يصعد في السماء. الصعود التدريجي في السماء معروف ان علميا كده، الصعود في السماء كل ما الإنسان بيصعد كل ما صدره بيضيق من ناحية النفس، ما يقدرش يتنفس أكتر لأن الأكسجين بيقل. فهكذا الإنسان اللي بيبعد عن طريق الله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الصعود كمان تدريجي، يفضل كل ما يبعد أكتر كل ما صدره يضيق أكتر بشكل تدريجي علشان ينتبه. صدره ضاق لما بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يفكر يمكن يرجع، ولو مرجعش يزيد أكتر، وكل ما يبعد أكتر كل ما الأمور تزداد معاه ضيق وحرج. ربنا يقول لنا في نهاية الآية: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كل ما تبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى كل ما تشعر بضيق الصدر. ضيقا للآية اللي هو المرحلة اللي هيوصل لها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خلاص ده فضل يصعد في السماء إلى أن وصل للحياة الكرب والضنك والعياذ بالله. الشاهد إن إحنا أصلا فطرتنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم إن إحنا أساسا ما نقدرش نبعد. الفطرة بتاعتنا محتاجة باستمرار في حياتنا إله، محتاجة تعظيم وتقديس للإله سبحانه وتعالى، وإحنا اللي محتاجينه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الكتالوج بتاعنا كبني أدمين هو أساسا قائم على العبادة، إن إحنا لابد وأن نكون عبيد لله سبحانه وتعالى. واللي بيبعد كل ما تبعد كل ما الضيق يزيد أكتر، كل ما حياتك تبدأ تضيق وصدرك يضيق إلى أن تصل لمرحلة الضنك المعروفة في الآية أو المذكورة في الآية.